السلام عليكم. اهلا ومرحبا بكم، اهلا وسهلا. اجتماعكم مع الاتحاد الاسلامي لكردستان. والله احنا صار بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا صار فرصة لهذا الاجتماع من قبل فترة، ما حصل هذا اللقاء مع الأخوة، وهي فرصة أنه نتبادل يعني الرأي ونستعرض الوضع السياسي. كما تعلمون الوضع السياسي فيه عدد من العقد إلى حد الآن، العقد الموجودة في بغداد في إكمال تشكيلة الحكومة والعقد اللي في كردستان، فكان يعني التداول بكل هذا الوضع السياسي وتقييمه وبحث الأوجه التي بالإمكان أنه نتعاون فيها بالمقدار الذي نستطيعه. كيف يستكون دور الاتحاد الاسلامي الكردستاني في العراق وفي اقليم كردستان يعني؟ دور الاتحاد الإسلامي هو حقيقة دور متميز منذ إنشاءه في أواسط التسعينات، ولا زال يمارس هذا الدور في الإقليم، ونرجو له المزيد من النجاح. شكرا جزيلا. مصطلح الحزب الاسلامي العراقي في مملكة نيجيريا. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفنا في لقاء الأستاذ اياد والإخوة في الحزب الإسلامي، وبطبيعة الحال الحزب الإسلامي حزب عريق وذو تاريخ ونضال وسابقة طيبة للعراق، ودوره لا زال دور مركزي ومهم، وعلاقاتنا أخوية وجدية والحمد لله. تبادلنا النظر في بعض الأمور المتعلقة بالطرفين وبالعراق عموما وبكردستان. أفكاركم قريبة جدا بطبيعة الحال قريبة ومتقاربة، ويفهم بعضنا بعضا. شكرا جزيلا. يا أهلا.